كيف العمل إذا ما كنت مبتلا بذنب وأستتر به عن الناس؟ كيف؟ إذا كنت مبتلى بذنب وأستتر به عن الناس، وكلما تبت عدت إليه أتوب وأعود، مع أني أنهى على الدوام وفعلي له ليس عن هوى بل من تسويل الشيطان، وأدعو الله أن يخلصني منه. استمر على هذا، عليك بعدم المجاهرة بالمعصية، وإذا ابتليت استتر بها ولا تظهرها، مع التوبة إلى الله عز وجل، مع التوبة إلى الله. ولو تكرر منك هذا فلا تقنط من رحمة الله، تب إلى الله، تب إلى الله، كل مرة تب إلى الله، والله يتوب على من تاب. ولا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس أيضا من ترك المعصية، يمكن يجي وقت تتركها، مع كثرة التوبة تتركها. هذه ناحية. الناحية الثانية، ما هم من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون معصوما من الذنوب. كلنا عندنا ذنوب، كلنا عندنا تقصير، لكن مع التوبة إلى الله عز وجل والخوف من الله عز وجل فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولو كان عندنا تقصير لا نجمع بين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقصير، نجمع بين جريمتين. فبعض الناس يقول لا أنا والله ما آمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ما دام إني أنا ما أفعل هذا. لا، ما يسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو فعلته. لو فعلته، إذا فعلته تب إلى الله، الباب مفتوح، باب التوبة ما أغلق عنك، ولكن لا تترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجمع بين جريمتين، المخالفة وترك الواجب. نعم.